السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كذا الاخوات لاباس عليكم؟ هانيه، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اخوات صراحه بغيتكم تبداو معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. كما شفتوا في العنوان غنتكلموا على واحد القضيه صراحه مهمه وضروريه، خاصه بالنساء الحوامل اللي مقبلات على الولاده وحتى النساء اللي والدات. غنتكلم على العمليه القيصريه بالخصوص. انا بغيتكم هذا الفيديو هذا دعموه باللايكات باش يتبارطاج اكثر، باش يستافدوا بعض الاخوات، لان هذا الفيديو درته بناء على طلب واحد الاخت. غنديرو هكا، ما كنتش انا ناويه هذا الفيديو اصلا ابدا ندير اليوم شي فيديو، ولكن كتب باش نديرو. ولكن هذا الفيديو اللي غادي ندير واش غادي يلقى اقبال، واش غادي يتفرجوا فيه الناس، واش غادي يعجبهم، واش غادي يلايكوه الناس كيف حال ديك الفيديوهات الاخرى اللي ما منها منفعه. صراحه انا كنجيب فيديوهات زوينه ومهمه وكنعطي نصائح العديد من الاخوات باش يستافدوا منهم، ولكن ما فهمتش انا علاش مثل هاد المواضيع اللي كتكون في مثل هاد القنوات ما كتلقاش زعما كاينه يعني اقبال ومشاهده ودعم وبارطاج. المهم انا غنديرو لها في سبيل الله. الاخت اللي تواصلت معايا قال لها مسكينه، يعني والده تقريبا هذه شي 2 اسابيع ولدات عمليه قيصريه، ولكن مع كامل الاسف العمليه قيحت ليها، يعني دارت ليها تعفن الاسباب لا يشرجع. ملي تواصلت مع الاخت بقيت يعني كنحاول نبحث في الموضوع، ووقعوا لها حتى بعض المضاعفات اخرى اللي انا غادي نقولها لكم باش حتى نتوما تاخذوا الحيطه والحذر ديالكم. الاخوات ما تبقاوش تقولوا لي حكا راه حنا نمشي الطبيب راه عارف كل شيء. شوفي يا اختي، الطبيب عارف كل شيء، ولكن بعض المره راه الطبيب راه كيسهى على شي حوايج. مع احترامي لبعض الاطباء انا لا اعمم، ولكن الطبيب مسكين الله يحسن العوان، الا نسى شي حاجه راه كتكون تابعه شي حاجه، وانما هذه مسؤوليه. الاخت ولدت هذه 15 يوم بعمليه قيصريه، ولكن للاسف العمليه طلقات لها القيح. منهاش السبب لا راجع. علاش دابا اي عمليه قيصريه ملي كنديروها كناخذوا بعض الادويه اللي ضروريه مهمه اللي كتمنع لينا داك القيح وداك التعفنات. كيف ما كنعرفوا عندنا مضادات الحيويه راها ضروريه ومهمه اللي كنسميوهم حنا لي زونتيبيوتيك. هاد لي زونتيبيوتيك الدور ديالهم شنو هما انهم كيمنعوا هذاك التعفن. اي تعفن كيف ما بغى يكون، كتكون فيك حبوبه ولا جرحه ولا عمليه ولا اي حاجه، يعني شي حاجه كيكون يعني تتسيل مثلا كتكون مخيطه ولا سايله بالدم، ولا هذه ما كتبغيش تبرى لك عن طريق البوماد ولا عن طريق الرشاش، ضروري كنستعملوا المضاد الحيوي. اما في الولاده القيصريه اي طبيب دائما كي تتخرجي من العمليه او لا قبل العمليه كيعطيك واحد لوردونونس، واحد الوصفه طبيه، كتجيبي واحد المجموعه من الادويه اللي كتحتاجيها من بعد ما انك ما كتخرجي من البلوك، من بعد ما انك ان شاء الله يعني انتم عارفين يعني بعد العمليه القيصريه شنو خاصك يوقع باش عاد تشربي الماء، باش عاد تاكلي، باش عاد مثلا عاد تاخدي الادويه ديالك. يعني خروج الريح ضروري من الضروريات في اي عمليه كيف ما بغات تكون، سواء القيصريه ولا الفضاء ولا كيف ما بغى يكون اي عمليه من العمليات. خروج الريح كيبقاو يتسناوه الاطباء ضروري باش كيتاكدوا من نجاح العمليه. نتكلموا على الولاده القيصريه فيما يخص ما بعد الولاده. كتخرجي من البلوك ديالك اختي ضروري المضاد الحيوي. علاش؟ كما قلت لك تيمنع هذاك التعفنات الداخليه، يعني كيف بحال كينقي لك يعني الذات ديالك من الداخل، كينشف لك ديك الجرحه من الداخل وكينشفها من برا باش كتبراي بواحد السرعه اللي هي مزيانه. هاد الاخت هذه علاش تقيحات لها الجرحه؟ المشكل الاكبر وهو ان الطبيب ما عطاهاش كاع مضاد حيوي ابدا في الادويه، من غير انه خرج لها بعض الفيتامينات، دقوا لها داك الشوكه ديال السيروم اونتي دي، وعطاوها يعني مسكنات ديال الالام اللي قالت لك غير دوليبران انغرام هي اللي عطاوها ليها. صافي هذيك كوناكيو مثلا الوليد للتربيه اللي غادي يشرب. هذا خطا كبير باش ان المراه ما تاخذش مضاد حيوي ما بعد الولاده القيصريه. حاجه اخرى الاخوات، المشكل اللي وقع عليها، المضاعفات اللي ولات كتوقع عليها اخرى، والحاجه الضروريه ولو مهمه من بعد اي عمليه كيف ما بغى يكون نوعها. كما قلت لكم اي عمليه ضروري كنحتاجوا واحد الحاجه اخرى الا كان الانسان ما كيقدرش ينوض، وهو انه ما خرجوش ليها الشوكه ديال الجريان ديال الدم. بدات السيده كتحس بالسخفه بزاف وقالت لك انا ما بقيتش كنوض، قالت لك راه غير كنزيد
كنوقف. قالت لك دابا انا 15 يوم ما بقيتش انا كنوقف. راه اش نقول لكم، هاد السيده راه كان تقدر توقع لها شي جلطه لا قدر الله ويتختر ليها الدم في الجسم ديالها كامل، والله يستر تموت بسبب هاد القضيه هذه. هو ان ما خرجوش ليها الشوكه ديال الجريان ديال الدم اللي كما كنعرفوا ما بعد العمليه القيصريه ضروري ومؤكد، يعني كل 24 ساعه تقريبا لمده 6 ايام ولا هذه، على حسب الحاله ولا حسب العمليه ولا حسب الحاله الصحيه ديال المراه وامتى تقدر تنوض. ضروري كنخرجوا مثلا كيخرجوا ديك الشوكه ديال لوفينوكس ولا نوفيكس ولا ايبور ولا يعني هاد الشوكات هادو اللي كيدقوا ما بين الجلد واللحم المراه ما بعد العمليه باش كيجريو ليها الدم، حيت هي كتكون مثلا ناعسه، مثلا تقدر ما تنوضش سي اسبوع كامل من الفراش ديالها ولا شي حاجه باش تمشى. هذيك الشوكه كتساهم في جريان الدم وكتحارب يعني تخثر الدم ما بعد الولاده. هاد السيده مسكينه اول حاجه يعني جاها تعفن في الجرحه، وثاني حاجه ما بقاش تقد تنوض بسبب تخثر الدم. غير ربي ستر وحفظ عليها. انا قلت ندير لكم هذا الفيديو الاخوات باش تستافدوا. الله يجازيكم بخير. حتى ولو انكم ما تكونوش عارفات، الحمد لله دابا راه كلشي تعلم وكلشي تطور وكلشي، ولكن ما نبقاوش واخدين فكره الحكا راه الطبيب راه كيعرف كلشي. ايه الطبيب كيعرف كلشي، ولكن الطبيب بعض المره كينسى. من المضادات الحيويه يا عباد الله راه من الضروريات في اي حاجه. راه غير الا قمشاتك غير مشى ولا شي حاجه كنمشيو ناخذوا مضاد حيوي. علاش؟ باش نحاربوا باش نحاربوا اي تعفن يقدر يوقع ليك. كنمشيو كنديروا الخياطه اي حاجه، الحبوب اي حاجه كناخذوا عليه المضاد الحيوي. علاش؟ المضاد الحيوي كيقتل داك الميكروب وكيحارب لينا اي تعفن يقدر يصيب الجسم ديالنا. يعني هذا خطا ما تيتغفرش. يعني هاد الطبيب هذا اللي دار له العمليه راه خاصو اول حاجه كما نقول لكم كيفاش غادي نقولها، خاصو ما بغيت نقول ندوي ما لساني ما لقاش شنو غادي يقول على هذه القضيه هذه. يعني من الضروريات والاساسيات ما بعد الولاده الطبيب ما غاديش يعطيهم مثلا الوحده والده قيصري ما بعد الولاده وما غاديش يعطيها الشوكه ديال تخثر الدم. ايوا وهذا هذه راه مصحه خاصه، انا ماشي غير نقولوا سبيطار ولا شي حاجه. هذه راه مصحه خاصه. كتلقى الانسان ماشي حاط 10000 درهم ولا 9000 درهم ولا هذا في العمليه، وفي اخر المطاف كيوقعوا لهم مضاعفات بسبب عدم الانتباه ولا الله اعلم. احنا ما نحكموش. انا فاش تكلمات معايا وقالت لي اختي كريمه شنو، بحكم انا راه عارفه هي راه البنات اللي كيتواصلوا معايا راه عارفين المجال ديالي السابق اللي كنت كنشتغل فيه والحمد لله والشكر لله ما كندخل حتى على شي وحده بشي معلومه. ولكن فاش نشوف بحال هاد الامور هادو كيضرني خاطري. اخوات الله يجازيكم بخير، اي وحده كتكون ولو والده غير طبيعي، الولاده الطبيعيه وما تكوني لا دايره لا غرز لا والو، ضروري من المضاد الحيوي مثلا كاكلاف كنيوكلاف كهذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كابيرتان بزاف ديال اوغمونط. يعني بزاف ديال المضادات الحيويه اللي كتكون عندهم نفس العشبه ديال بعضياتهم، ديال لاموكسيسيلين لاسيد كلافيلانيك، ولا كناخذوا مثلا كيعطيو مثلا اوفيكين ولا اوروكين ولا يعني بزاف ديال الادويه اللي كيتعطاو باش يحاربوا التعفنات. كيفاش عمليه قيصريه ما تخدش فيها المراه المضاد الحيوي؟ الله راه قلت لكم غير ولاده عاديه ضروري ما كنبغيو نقيو الوالده باش كتنقى بهذوك المضاد الحيوي اللي كتاخذي. ما خديتيش جاتك غاليه اكلاف ولا هذه، راه كاينه اموكسيل، كاينه ديسباموكس، كاينه بزاف ديال الادويه اللي هي رخيصه وعندها مفعول وعندها فعاليه. ثانيا المراه اللي كانت والده بالغراز كذلك راه ثاني كناخذوا ضروري المضاد الحيوي باش كتسرع علينا العمليه ديال الشفاء ديال داك الغريزات، باش كتنشف لينا. المضاد الحيوي كما قلت لكم الدور ديالو هو ان كينشف الجرح، ما كيخليش عامر بالماء باش ما يتعفنش، حيت الا ما نشفش الجرح راه هو السبب اللي كيخرج داك القيح. انا هذا الشيء اللي انا بغيت نوصل لكم الاخوات. لهذا حتى ولو انك انت مثلا مخليه الطبيب يدير داكشي اللي دار، الا شفتي مثلا شي نقص في الادويه كاين نسول الناس تيقول لك راه بلسانو اللي بلسانو ما يتلف. ضروري اكدوا على الحاجه الاخوات، ولاده طبيعيه ولاده قيصريه كيف ما بغى يكون نوعها ضروري
حنا كنكونوا مثلا في الفراش مجبدين اسبوع ما كنقدروش نوضوا بزاف، ضروري من الشوكه ديال تخثر الدم. هذه راه امر لا نقاش فيه وراه معروفه هذه القضيه. المهم الاخوات انا جيت نشارك معكم هذا الفيديو، حاولوا نتوما تشاركوا هذا الفيديو مع بعض الاخوات مثلا تعرفوهم مقبلات على الولاده ولا شي حاجه، حتى هما باش يستافدوا ان شاء الله بحول الله وقوته. تحياتي لكم.